السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتكلمنا معاكم في الحلقه الاولى عن كتاب مسلكيات، عن مجموعه من الافكار المهمه اللي طرحها الكاتب، واللي كانت بتتكلم عن 3 موضوعات رئيسيه هي جسر التعب وازمه المترقب والباس العجز جبه الحكمه. النهارده بقى ان شاء الله هنعرض معاكم باقي افكار الكتاب عشان نكون اتمينا الكتاب كله وحاولنا نعرض لحضراتكم فيه اهم النقاط الرئيسيه والمهمه اللي فيه. خلونا نبدا باول فكره في حلقه النهارده، وهي فكره القراءه الجرديه. كتير مننا نفسه يكون مثقف وقارئ شاره للكتب، ولكن للاسف الموضوع بيقف عند التمني بس، انما مفيش فعل حقيقي. فلو سالت اي حد ليه ما بتقراش هيقول لك والله انا نفسي اقرا بس انا مش قادر اقرا، ما بحبش القراءه. والحقيقه ان المشكله مش في اننا ما بنحبش القراءه، المشكله الرئيسيه اننا بنقرا غلط وفاهمين معنى القراءة غلط، وهي دي المشكلة اللي بيناقشها الكتاب في الفكرة دي. ازاي تقرا صح وتشيل كلمة ما بتحبش القراءة دي من دماغك. اولا خلونا نتفق ان القراءة مش نمط واحد، القراءة ليها انماط كتير جدا، زي قراءة الحفظ وقراءة الضبط وقراءة التصحيح والتلخيص والتأمل والاستظهار، والانماط دي كلها بتكون اكثر مع الناس المتخصصين والاكاديميين. انما بقى النمط الاهم واللي انت لو مارسته هيغير مفهومك عن القراءة تماما، وهو نمط القراءة الجردية. يعني ايه بقى قراءة جردية؟ القراءة الجردية زي ما بيوضحها الكاتب هي مطالعة سريعة للكتاب، يعني بتاخد الكتاب وتلقي نظرة سريعة عليه، بتشوف بقى هيكل الكتاب وموضوعاته والأسئلة المهمة اللي بيجيب عنها والأفكار اللي بيطرحها، ومن خلال الطريقة دي هتوصل لشوية نتائج مهمين جدا. هل الكتاب يستحق القراءة ولا لا؟ وهل انت محتاج تقرأه فعلا ولا لا؟ ولو محتاج تقرأه هل محتاج تقرأه كله ولا محتاج بعض الموضوعات المحددة عشان ما تتورطش في قراءة كتاب كامل وتطلع في الآخر باستفادة قليلة جدا، أو تفاجأ إنه ما ضافش ليك أي حاجة جديدة. وبالتالي نقدر نقول ان القراءة الجردية هي قراءة استكشافية، بتستكشف الكتاب، بتشوف الكتاب بيتكلم عن ايه بالظبط، بتعرف الموضوعات بتاعته، وهل انت محتاج تقرأ الموضوعات دي كلها ولا محتاج بعض الموضوعات. ومش معنى ان انا هقرأ قراءة جردية يعني هقرأ بشكل عشوائي غير منظم، لا طبعا انت هتقرأ بشكل منظم جدا وهتقرأ كل عنصر بشكل مرتب، ولكن زي ما قلنا انت بتلقي نظرة سريعة، بتشوف الموضوعات دي، بتاخد فكرة سريعة عنها، وبعد كده بتبدأ بقى تحدد هل الكتاب يستحق انك تقرأه قراءة عميقة ولا لا. وهنا بيستخدم الكاتب تعبير بليغ للناس اللي بتبدأ بقراءة تفسيرية قبل ما تقرأ قراءة جردية، فبيقول ان الانخراط في القراءة التفسيرية للكتاب قبل عملية التصفح المنظم نوع من الغرور المعرفي، وهي تشبه ركوب المجاهيل قبل تصفح الخريطة. يعني كأن واحد مسافر فبيمشي قبل ما يعرف الاتجاهات هو رايح فيها. نفس النظام مع الشخص اللي بيبدأ يقرأ في كتاب قراءة عميقة قبل ما يعرف الكتاب بيتكلم عن ايه بالظبط واهم الموضوعات بتاعته. وطبعا كعادة الكاتب بيستغل الفرصة هنا عشان يضرب لنا مجموعة من الأمثلة لرواد العلم والحضارة عند المسلمين، وازاي كانوا بيقروا ويستخدموا القراءة الجردية استخدام صحيح. كلنا لو سمعنا عن ابن تيمية او ابن حجر العسقلاني او ابن القيم او ابن الجوزي او غيرهم من الناس اللي كانوا بيقرأوا بشراهة وانتجوا انتاجات عظيمة جدا، هتشعر وكأنهم الناس دي معاها معجزات خارقة، ازاي يقدروا يقرأوا كم الكتب الرهيب ده في الوقت السريع ده. تعالوا نشوف القصه دي حصلت ازاي. بيقول الخطيب البغدادي صاحب تاريخ دمشق انه قرأ صحيح البخاري على شيخه اسماعيل النيسابوري في 3 مجالس، كل مجلس بيبدأ من صلاة المغرب حتى الفجر. يعني لو قلنا ان كل جلسة تقريبا من 10 ل 11 ساعة في 3 ايام، يعني بنتكلم عن 30 ساعة تقريبا. قرأ فيهم البغدادي 4 مجلدات. بيعلق الامام الذهبي على الموضوع ده في سير اعلام النبلاء، فبيقول عن قراءة البغدادي لصحيح البخاري في 3 جلسات: والله هذه القراءة لم نسمع بأسرع منها. ومن النماذج المشهود ليها بسرعه القراءه والكتابه في نفس الوقت هو الامام ابن تيميه، اللي قال عنه الذهبي كان الشيخ سريع القراءه والكتابه، وقال عنه ابن رجب لقد كان الشيخ سريع القراءه والكتابه فقد كتب الحمويه في جلسه واحده. والحمويه دي من الكتب الاصوليه في دراسه العقيده، وبتقع في مجلد واحد. تخيل واحد يكتب مجلد كامل، ومش اي مجلد، ده بيشرح فيه اصول العقيده في مجلس واحد. والنماذج هنا كتيره جدا، ولكن الوقت مش هيطول ذكرها، فخلونا نلخص معاكم الكلام في انك قبل ما تبدا قراءه اي كتاب قراءه تفسيريه متقنه، اقرأه الأول قراءة جردية، أعرف موضوعات الكتاب وأفكاره اللي بيناقشها والأسئلة اللي بيجيب عنها ومدى احتياجك ليه، وهل أنت محتاج تقرأه كله ولا محتاج بعض الموضوعات. بالطريقة دي هتلاقي نظرتك للقراءة اتغيرت تماما واستفادتك منه كبرت أكتر وأكتر. الفكرة الثانية في حلقة النهاردة والرابعة في الكتاب هي فكرة التحصيل التصنيفي. وفي الفكرة دي الكاتب بيرد على سؤال مهم جدا: إزاي علماء الأمة نجحوا إنهم يجمعوا بين تحصيل العلم وبين تصنيفه. وفي الفكرة دي الكاتب بيستخدم نموذج من النماذج الفريدة عشان يقدر يوصفها للقارئ. النموذج ده هو الإمام النووي رحمة الله عليه، واللي هيتابع ترجمة الإمام النووي هيتصدم بحاجة غريبة جدا، وهي إنه بدأ في طلب العلم متأخر عن كل أقرانه،
وفي نفس الوقت مات وعمره صغير، ومع ذلك ترك ثروة علمية عظيمة ومؤلفات ضخمة جدا. فازاي النووي قدر انه يجمع بين تحصيل العلم واللي بيحتاج عشرات السنين وبين تصنيفه واللي بيحتاج اضعاف تحصيله، مع ان الفترة اللي عاشها من اول ما بدأ طلب العلم لحد ما مات حوالي 20 سنة، واللي هي بمقياس الزمن ده مش كافية للتحصيل لوحده، فما بالك بقى بالتحصيل والتصنيف. بيقول لنا الامام الاسنوي: انما حصل ذلك للشيخ وجعله يتفوق على اقرانه أنه جعل تحصيله تصنيفا وتصنيفه تحصيلا. يعني إيه بقى الكلام ده؟ المشهور عند علماء السلف إنهم كانوا بيقعدوا عشرات السنين يطلبوا العلم وبعد كده يبدأ ينتقل لمرحلة التصنيف. أما الإمام النووي فكان بيجمعهم الاثنين مع بعض، فبيحول العلم اللي بيجمعه لمصنف ومؤلف بعد ما يرتبه وبينظمه. ده بالنسبة لتحويل التحصيل لتصنيف. أما بقى تحويل التصنيف لتحصيل فبيحدد الموضوعات اللي هيصنف فيها وبعد كده يبدأ يحصل العلوم اللي محتاجها عشان يتم التصنيف اللي بدأ فيه، وبكده يكون جمع بين مرحلتين العلم مع بعض، تصنيف وتحصيل وتحصيل وتصنيف. والفكرة دي مهمة جدا لكل واحد ناوي انه ينتج او يقدم عمل عظيم يفضل اثر ليه في حياته وبعد موته. العمر اقصر بكتير من انك توصل لغايتك وتحقق كل مشاريعك في ظل الانشغال وصراع الحياة اللي احنا بنعيشه، وعشان كده افضل حاجة ليك انك تعمل بنصيحة الخطيب البغدادي واللي بيقول فيها: من اراد الفائدة فعليه ان يكسر قلم النسخ ويأخذ بقلم التخريج. يعني من الاخر لو انت من طلاب العلم وعندك مشروعك العلمي يبقى اجمع بين تحصيل العلم وتصنيفه، وخلي الثلاث قواعد دول في ذهنك: جعل تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا، واكسر قلم النسخ وخذ قلم التخريج، واعلم انهم كانوا يصنفون العلم ليستفيدوا به قبل ان يفيدوا به. وخلينا ندخل معاكم على الفكرة الخامسة وهي لقاء العظيمين. في الفكرة دي بيبدأها الكاتب بسؤال وهو: تخيل لو اعظم رئيسين او اقوى شخصيتين في العالم اتقابلوا دلوقتي، يا ترى هيكونوا بيتكلموا في ايه؟ وايه هو الموضوع اللي هيكون شاغلهم؟ وبعد السؤال ده بيبدأ الكاتب يعرض لاعظم لقاء في تاريخ البشرية بين اعظم اثنين على وجه الارض، وهو سيدنا ابراهيم عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما اتقابلوا الاثنين في رحلة الاسراء والمعراج. وتخيل لما اعظم نبيين يقابلوا بعض ويتكلموا بعض، يا ترى الكلام هيكون عن ايه بالظبط؟ كان الكلام عبارة عن رسالة بعتها سيدنا ابراهيم لينا عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ابن رجب معلقا على الرسالة دي: وصلت اليكم معشر الامة وصية أبيكم إبراهيم. يا ترى إيه هي بقى الوصية دي؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دي كانت الوصية العظيمة اللي بيوصينا بيها إبراهيم عليه السلام، وهي ذكر الله تعالى. دي كانت الفكرة الخامسة باختصار. أما بقى الفكرة السادسة والأخيرة واللي تقريبا كلنا بلا استثناء محتاجينها جدا في حياتنا لأنها كفيلة إنها تغير حياتنا، وهي بعنوان صفاء الإنبجانية. إيه بقى قصة صفاء الإنبجانية دي؟ في مرة من المرات قدم أحد الصحابة وهو أبو جهم بن حذيفة هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. الهدية كانت عبارة عن خميصة، والخميصة دي كانت نوع من الملابس كان بيرتديه أشراف العرب لشدة جماله، وخاصة انه مطرز بالاعلام من الاطراف، بالاضافه انه رقيق وناعم جدا. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بقى اخذ الخميصه دي وراح يصلي، وهو بيصلي بدا النبي صلى الله عليه وسلم للحظات ينشغل بالاعلام بتاعتها وبجمال الاعلام، وبعد الصلاه رجع النبي صلى الله عليه وسلم لبيته وهو زعلان جدا، وطلب من اهل بيته انهم يرجعوا الخميصه دي وانه يستبدلها بحاجه اسمها الانبجانيه. والانبجانيه هنا رداء بسيط لا يشغل عن الصلاه. والمعنى اللي بنستقيه من الموقف ده ان الخشوع مش هيتنزل عليك وانت قاعد كده لوحدك، لازم تهيئ نفسك كويس وتحاول تبعد عنك اي حاجه ممكن تشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى. خذ بالاسباب وتوجه الى الله سبحانه وتعالى بقلب نقي، وابعد عنك اي حاجه ممكن تثير ذهنك او تشتتك في الصلاه، وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بييسر ليك امر الخشوع. دي كانت اهم الافكار اللي اخترناها من كتاب مسلكيات للدكتور ابراهيم السكران، وان شاء الله يكون لنا حلقات تانية مع كتب اخرى. دمتم في رعايه الله.